استنى على الشاب اللي كوبايه شاي خلصت قبل الحلقه. اهلا بكم في اولى حلقات برنامج دماغ بعافيه. فكره البرنامج قايمه على ان احنا كل واحد فينا هيسال سؤال، واللي يعطل فينا التاني هياخد النقطه، ولو جاوب يعني لو كابتن اندرو سالني سؤال وانا عطلت هو ياخد النقطه، لو سالني سؤال وانا جاوبت انا اللي هاخد النقطه، واللي يجمع اكبر عدد نقط 15 نقطه. كويس 15 اللي يجمع 15 نقطه الثاني ياخد اللقب على طول بالظبط. يعني لو كابتن اندرو جمع 15 نقطه يبقى انا دماغ بعافيه ولو انا جمعتهم يبقى كابتن اندرو. ده المتوقع طبعا ان انا جمع طبعا اول. كابتن اندرو اول تاني تايكوندو 2015 في البونجا. ايوه انا قلتها صح؟ البومزه. شرفنا يا كابتن من اسكندريه، جالنا هنا القاهره مخصوص. وعاوز اعرفكم كمان على ضيفنا الدائم جلال. ده لك ايه يا جلال يا جلال؟ يا جلال شكلك كابتن جلال معانا ان شاء الله علشان هنستخدمه في حلقات جايه ان شاء الله. فهنبدا ونقول بسم الله. اتفضل يا كابتن. انا اللي اسال الاول. طبعا يعني عيب صح. طب بص يا سيدي، هو سؤال سهل جدا ان شاء الله اجابته تكون معروفه للجميع. عايز تقول لي 3 عاصمتين لمصر. انت عايز اي عاصمتين؟ اي عاصمتين. اسكندريه كانت عاصمه مصر الاول وبعدين بقت القاهره. ماشي كده 1. طيب دوري. هو انا لازم اكون عارف اجابه السؤال ده؟ هتقيم الاجابه بتاعتي بناء على ايه؟ ماشي. اي اجابه اقولها هتبقى صح ان شاء الله. ان شاء الله. ايه هي اشهر اكله سعوديه؟ المقلوبه؟ اجابه غلط. مش المقلوبه؟ مع الاسف. امال ايه؟ جرب تاني. ما تقوليش الفته. الفته دي مصر. كبسه يا كابتن. كبسه. احلى تحيه لاهل السعوديه. كبسه. هي دورك. دور انا؟ اسالني. طالما دخلنا للسعوديه بقى. ايه؟ مش عارف لا يعني سيب اللي ورا مش مهم، هيتشال في الثاني. نخش ان شاء الله. طيب عايز انا اسكندراني بقى. معلش. عايز كبده اسكندراني ولا ايه؟ لا سيبك من الكبده الاسكندراني. عايز اشهر محل فول في اسكندريه. فول وفلافل. في اسكندريه؟ مش فول وطعميه. طب ما تقول لي اشهر محل كبده ولا لا. انسى اشهر محل فول. اسكندريه؟ مش انا ممكن اقول لك محل مشهور جدا بيقدم فول. جاد. لا ما جاد بيقدم فول وطعميه ومشهور جدا. بتاع الفول والطعميه ده الناس بتنزل مخصوص عايزه اروح عند فلان اكل فول وطعميه، مش فول وفلافل. 1 نعد فيه، عد فيه اي حاجه نضرب على جلال اي حاجه. لا سيب جلال. طب ليك فرصه كمان. انا ما جاوبتش اجابه اولى عشان قلت فرصه لا قلت انا قلت جاد. معلش طبعا جاد مشهور ما عنديش مشكله. 5 ثواني. بص انا هقولها كده وزي ما تيجي. 4. عندكم المنوفي مثلا؟ لا غلط. فول محمد احمد. مين محمد احمد ما كانش فول وفلافل في اسكندريه. ماشي. كده نقطه للكابتن اندرو ونقطه ليا. انا ما جاوبتش اصلا. لا جاوبت. ما جاوبتش. ما انت خدت النقطه بتاعتي لما انا ما جاوبتش. معلش القاعده دي كنت غفلان عنها. وبما انك سالتني في اسكندريه وكده. ايوه انا عايز سؤال في اسكندريه. انا عاوز سؤال في المنيا بقى يعني. ما احنا كده دخلنا في المحافظات. محافظات الصعيد. تحيه لاهل الصعيد. ايه هي اشهر قطعه اثريه وجدت في المنيا؟ اجابه سهله جدا اشهر قطعه اثريه وجدت في المنيا ومشهوره عالميا. ومش موجوده في مصر حاليا، ومش هسهلها لك اكتر من كده. ومش موجوده في مصر؟ ما تقوليش دماغ نفرتيتي.
هي اجابه صح مع الاسف. الحمد لله. مرسومه اصلا على علم ده المنيا. فضل من ربنا. اللي ما يعرفش علم المنيا علم اخضر بالكامل، وفي النص فيه راس نفرتيتي. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كوبايه الشاي دي حلال. طيب دورك، اتفضل اسالني. احنا البرد مبهدلنا. الوان علم اسكندريه، اسمه من اسكندريه، احنا هنفضل من اسكندريه. سؤال اخر، الوان علم اسكندريه بما انه اتقال السؤال. طيب انت عندك علم اسكندريه يطغى عليه اللون اللبني، ماشي. وفي النص الفنار لونه اصفر. اصفر. انت مش فاكر علم اسكندريه؟ بحاول افشل لك الموضوع. لا صح. بحاول افشل لك اجابه صح. الموضوع، بس للاسف طلعت اجابه صحيحه. يا عم سيب جلال، احنا للأسف. اسفين يا جلال. كده كام؟ 2-1. كده 2-1 ليا. 2. ايوه 2-1. 3. انت ما جاوبتش على لا جاوبت نفرتيتي صح. سوري لا اسفين. اولها عن خم كده. طيب السؤال، مين هو اللي اكتشف مقبره توت عنخ امون؟ مقبرة توت عنخ امون؟ انا موافق على اتفضل جاوب. استنى هو شاب صغير؟ لا انا عايز العالم اللي اكتشف العالم نفسه؟ مش عايز الطفل مش عارف، انا فاكر كريستوفر كولومبوس ده يا ابني اللي اكتشف الامريكانيين. هو ده العالم الوحيد اللي في دماغي دلوقتي. مش فاكر، بس هو كان عالم مش مصري يعني، كان باحث. اتفضل، يعني انت جاوبت اجابه غلط، ليك كمان مره عشان ابقى مره فاكر اسمه للاسف. وطبعا تحياتي هوارد كارتر. هو مكتشف مقبرة توت عنخ امون. هو ده هو يعني. طيب اتفضل كده. 3-1. دماغ بعافيه بيمس عليك. جايين من اسكندريه نغوه. اتفضل. بما انك عشت في اسكندريه برضه، مش كتير يا كابتن، هم كلهم 10 15 سنه يعني. انت راجل قديم في اسكندريه من مؤسسين جير مسعود. مع مسعود نفسه. كنت انا ومسعود بنحفر يعني. اشهر المناطق اللي ينفع تزورها في اسكندريه سياحيه. قول لي 4 بس. 4؟ يلا مفيش اسهل من كده. لا 4 بننام بدري. 4 ده كتير. بننام بدري. 4 ده كتير. 4 كتير في اسكندريه. ما انا اسكندريه. انا ممكن اقول لك معالم. ماشي قول معالم. معالم. قول معالم. الجندي المجهول. ايه ده دي اصلا؟ لا معلم مش معلم سياحي. لا انا عايز معلم سياحي. عايز معلم سياحي اصلا. نزور الجندي. يا رامي فتحي يا عم. فاهم انا ايه ده؟ في مكان نروح نزوره. مش ينفع كده. طبعا قلعه قايتباي. ايوه دي 1. ما انا بقى الفكره اللي مش عارف. فيه المدرج الروماني، اعتقد في مدرج روماني في اسكندريه. المسرح الروماني. المسرح الروماني. صح. ما هي المدرج هو المسرح يعني. اجابه صحيحه. ايوه. ايه تاني؟ لا اصحى معانا شويه. معاك 10 ثواني. كان في المتحف الحربي ده في بورسعيد. 8. طب اديني هند. 7. انت جبت الاثنين اللي هنا، في بقى 2 هناك. لا ما كنتش بروح هناك. 7. انا كنت في النص ده. قول لي حاجه. ما كنتش في النص ده، انت جبت قلعه قايتباي ومسرح الروماني، دول في النص اللي انت ما كنتش قاعد فيهم اصلا يعني. انت متخيل ان احسن هناك. ها يا عم لو كنت 5. في مكان جديد ما كانش فيه اثار يعني. انا كنت في برج العرب. 4. لا انا بتكلم على محمد نجيب. محمد نجيب. 3. 2. 1. اتفضل جاوب يا كابتن. جلال تعبان معانا. انت قلت قلعه قايتباي والمسرح الروماني. ايه المنتزه؟ ولا رايحين نزور نتفسح في اسكندريه. قصر المنتزه مش عارف. القصر ما رحتوش ولا مره. قصر المنتزه. بعدين كده لعبت عليك. وبير مسعود، قلت لك احنا في بير مسعود. بير مسعود ده معانا اثري. ايوه الناس بتروح، عايزه تروح تشوف بير مسعود. ده الناس بتروح تغطس في بير مسعود. بترمي الكوينز وحاجات كده. ماشي يعني. خلي بالك انت اسكندريه. انا كنت بقول بير مسعود اصلا. اسكندريه هي امي، خلي بالك
ومصر وبحرها جوه ومصر يا كابتن. بحرها جوه دمي. ده مش مصريين، دول اسكندرانيه، دول معتبرين نفسهم مش من ضمن مصر. تبع الاسكندر الاكبر طيب الكبير. كده كام الاجابه؟ 3-2. 3-2 ان شاء الله هنتعادل ان شاء الله. لا انا هجيب لك كده سؤال بالبهاريز من جوه خالص. هو ده هاتولي. ينفع اجاوب الاجابه من غير السؤال ولا؟ مين هو اغنى راجل في العالم حاليا؟ تسلا. مين؟ بتهزر؟ ما هو في دي اجابه غلط. اسمه ايه يا نهار اسود، الاسامي بتروح في داهيه. انا العيال بتبقى قدامي في التمرين وبنسى اساميهم. انت قلت مين؟ تسلا. الله يرحمه. حفيده ان شاء الله. اسمه ايه؟ حفيده؟ انا بس هفتكر. استنى. بيل جيتس باين؟ بيل جيتس ده مؤسس مايكروسوفت. ايوه. لكن كان في وقت كان انا عايز حاليا بعد اذنك. اكيد مش مسعود اوزيل طبعا، ولا محمد صلاح. الاسامي اللي بتيجي دي محتاجه تتفلتر قبل ما تروح. استنى عشان انت توهت مني الاسم. حسبي الله. نجيب ساويرس. نجيب ساويرس برضه. لا احلى تحيه للباشمهندس نجيب. زي الفل. ان شاء الله هنتعادل معاه يعني. نجيب ساويرس. هو فعلا انت عايز تجاوب الاجابه الصح بس انت غلط. ايوه. هو اغنى راجل في العالم مؤسس شركه تسلا. مش هو تسلا. ايوه. ومش حميد تسلا. مؤسسها اسمه ايه بقى؟ ما انا بحاول افتكر اسمه. انت توهت مني الاسم اساسا بقى. انا كنت عامل عنه صحيحه. اجابه صحيحه ايه؟ يحتسب النقطه لكابتن اندرو. تعادل 3-3. طبعا الكلام ده مش هيحصل. الحمد لله. شكرا يا مصر. شكرا يا مصر. مصر هي امي. نيلها هو ده يا ابني. ده انا كنت عامل عنه حلقتين. مين؟ هو شوف قلت لك مسعود اوزيل بس انت بتتوه بتلوشني. سامي. الحمد لله اجابه صحيحه. نقطه وتحتسب لكابتن اندرو. السؤال اللي بعده. من هو؟ يا عم كده اللي فاتت دي ما اتحسبتش طبعا. ايه ده؟ انا قلت تسلا. قلت تسلا. ما هو مش تسلا. صاحب شركه تسلا. حلوه كده. اللي انت مش فاكر اسمه. طيب. بص بقى، سؤال محير العلماء دلوقتي. يعني هو حير العلماء وانا اللي اجاوبه، ولكن دي اجابه واضحه وصريحه وواقعيه. هل علل محلات البقره دي؟ لا سؤال في الصميم. بما اننا في وقت افتتاح المتحف المصري الكبير طبعا، اثر عظيم في مصر، يعني متحف اثر يلم اثار كثيره، منها رمسيس الثاني طبعا منور الدنيا عم رمسيس. دي في المونتاج. يعني نسبه للتوراه، التوراه يؤمن بها اليهود ويؤمن بها المسيحيين ويؤمن بها المسلمين، فاحنا كده مش مختلفين في حاجه. لا انا بس بتكلم ان احنا في 3 حاجات مش يعني هنحاول على قدر الامكان ما نتكلمش فيهم عشان بيعملوا بلبله. الدين والدينيات، الكوره اكيد. الشاي ولا القهوه، يعني مش هنقعد نقول حد بيحب الشاي ولا القهوه اكتر لان دول فتنتهم اكتر. وصدر ولا ورك، عشان برضه في خناقه قايمه على صدر ولا ورك دي، فدي فرخه كامله. لا مؤاخذه احنا اسفين يا جلال، احنا النصب مش عليك يا كابتن يعني، اسفين. فدلوقتي دوري انا اللي هسال. ايوه احنا كده وصلنا كام؟ نتيجه 3-3. شكرا. اكتر موبايل باع على مر التاريخ كان موبايل اسمه ايه؟ نوكيا. لا انا عايز موديل بعيد. الاجابه كانت نوكيا. شركه. لا انا سالت موبايل ما قلتش شركه موبايل. معلش الاجابه صحيحه. الاجابه غلط. كابتن اندرو هيخسر النقطه لو ما جاوبش على اسم موديل من شركه بعيد. 3,310. هو الموبايل على الموبايل فاكره النوكيا ده. طيب الموبايل هو 300 من غير 10. هل هو كان فيه 300؟ اجابه صحيحه لكابتن اندرو. على فكره انا جاوبت صح، انا قلت الشركه صح يبقى اجابه صح. اجابه غلط كابتن اندرو. كده النقطه تروح لكابتن ريمو. لا كده التحكيم رايح. لا انا بعترض يا جلال، بعترض. سيب جلال في حاله. بعترض.
فكده 4-3. ايه هو ده؟ اجابه غلط. ما اجابه غلط بقى، كويس ان انت قلتها اجابه غلط فعلا. خلاص بقى انا هختار اجابه محدش عارفها غيري، وهي دي اللي هتبقى الاجابه الصحيحه المظبوطه. لا تسالني انت عندك كام سنه ولا ايه؟ اجابه على سؤال ما حدش عارفه غيرك ده. هو اجابه انا اللي اعرفها لوحدي. طيب وتسالوني اسئله لا انا عارفها. ساجاوب اجابه لا انا عارفها وسيندموني. معلش. اتفضل جاوب. طيب من قال هذه العباره الشهيره؟ او في فيلم من قيلت، يعني يا كده يا كده. العباره راحت من دماغي، هندور عليها ان شاء الله نلاقيها تاني. طب معلش إيلون ماسك. اجابه السؤال صاحب شركه تسلا إيلون ماسك. هو إيلون. انت ده لسه عند السؤال اللي فات. معلش انا يعني معلق ازاي يعني ساعه بدور على الاجابه جوه اساسا. ماشي. طيب من هو الملحن الموسيقار الشهير اللي لحن؟ هم سؤالين في واحد عشان الاجابه. لا انا عاوز لا السؤال يكون واضح. السؤال واجابته واضحه. ما هو سؤال واضح واجابته ان شاء الله واضحه. من هو الموسيقار العبقري الشهير اللي لحن وهو اطرش؟ ولحن كم مقطوعه موسيقيه هو الاجابه طبعا هو بيتهوفن. لحن كم مقطوعه دي بالنسبه لي صعبه جدا. لا ده اشهر حاجه. معلش ده هي دي السؤال. لا انت قلت انا جاوبت نص انا جاوبت نص الاجابه ودي كده يعني هديك نص من 10. دي كده نص الاجابه تعتبر صحيحه. يبقى كده 5-3 كابتن اندرو. لا للاسف. انا كم مقطوعه موسيقيه؟ طب اديني هند يعني. هم اكتر من 10. ما اكتر من 10 ده معاك لغايه مليون. ده كل ده اكتر من 10. اقل من 20. يعني حاجه ما بين 10 و20 مش هقول اكتر من كده. اكيد مش هيبقوا 15 فدي هتبقى صعبه. هنقول 13 يا كابتن. اجابه نهائيه ان شاء الله. اجابه خاطئه. 15 مقطوعه موسيقيه. الاثنين قلت 15. ماشي يبقى 4 طويل على حوالين هو اتطرش ازاي، والناس قال لك وهو بيميل دماغه ودخلت الميه وخرم حاجات غريبه. الله يرحمه. الله يرحمه. المعلومات الغير موثقه. كده سؤالي بس معلش. شاي من غير لبن. معلش يعني كنت بحب البرنامج ده جدا، طبعا حبينا التنويه عنه. اتفضل معاك. طب انا دلوقتي المفروض اقول احلى تحيه لصناع محتوى شاي بلبن، بس انا مش فاكر اساميهم. مش مهم المهم ان البرنامج كان مسمع هو تقريبا كان فيه أس، كان فيه الزوز. لا كان بيعمل برنامج لوحده كان اسمه الزوزات باين ولا مش عارف حاجه كده. لا هو كان في حد بيقدم محتوى عن السفر، في حد فيهم. ايوه هو ده. لا ما كانش اسمه الزوزات. بيسو كان اسمه بيسو صح. هو بيسو كان بيسو. احلى تحيه لصناع شاي بلبن، واحنا اسفين طبعا على السخافات اللي بتحصل هنا. فالسؤال بما اننا دخلنا في الاعراض بيسوهات. ايوه قول لي 4 دول قديمه، اسماء 4 دول قديمه لهم اثار حيه حتى الان. طبعا مصر الفرعونيه القديمه اكيد. العراق كان اسمها ايه؟ بابل طبعا. برافو. بابل. في طبعا اثار حيه حتى الان في روما طبعا. اكيد طبعا العاصمه الرومانيه او الدوله الرومانيه. وفي البطالسه اللي هو عصر البطالسه ده تبع روما برضو، بس ده عصر لوحده. ايه البطالسه؟ مين البطاطسه دول؟ بطاطسه. لا هو في ايوه البطالمه. البطالمه. ايوه هي دي مش البطالسه.
لا وبعدين البطالمه دول بطليموس الاول، بطليموس الثاني كان اسمهم البطالسه، هم على بعض كان اسمهم كده. طيب متاكد ان هو في ايوه في اسكندريه روما صح؟ روما. طيب انت جاوبت روما دي اجابه لوحدها. طبعا يعني روما حد جديد. روما وبابل ومصر. اكيد في سوريا كان في حاجه. كان اسمها ايه؟ مش فاكر، قادش باين. انا مش عارف بصراحه، حتى انا جبت الثلاثه دول هم اللي جم في بالي اللي انت قلتهم. قلت اربعه ليه؟ يعني اكيد في سوريا كان في حاجه، مملكه قادش طبعا. هو كان في فعلا حضاره في ايوه هي اشور دي بتاع سوريا على الاغلب. اشور طبعا على الاغلب عشان احنا ساطين تاريخ حاليا وجغرافيا يعني ورياضيات. الحمد لله. كده 5-4 للكابتن اندرو. 5-4 الكابتن اندرو مع الاسف. اتفضل يا كابتن اسال. اتفضل يا كابتن اسال. من هو اول من احرز هدفا في بطولة العالم لكرة القدم مصري؟ محمد صلاح. إجابة خاطئة. إجابة صح، محمد صلاح جاب هدف في كأس العالم. قلت أول. لا أنت ما قلتش أول. قلت أول. لا ما قلتش أول، ونرجع للفار، هنرجع للفار وهنشوف بما إننا بنتكلم في الكورة، ولو هو ما قالش أول. قلت أول. ما قلتش أول. لا أنا آسف. لا أول. أنا مش فاكر اسمه، بس اللي هو دايما يقول لك إيه هو جه كده رحت أنا كده. اوعوا حلقه النهارده تنسيكوا جوني في كاس العالم. اوعى المؤتمر الاقتصادي ينسيك الجون بتاعي في كاس العالم. واوعوا الجايزه تنسيكوا الجون بتاعي في كاس العالم. اوعى المهرجان النهارده ينسيك الجون. اي حدث بقى، اوعى انتخابات تنسيك، اوعى مش عارف ايه ينسيك. انا حلمي بقى اخلص من ذل مجدي عبد الغني. بهرانه. احنا دلوقتي لحد النهارده بتكلم عن جوني في كاس العالم بقى، ما انتوا ما جبتوش اللي ذللنا بكاس العالم. اعمل ايه؟ هاتوا غيره. امبارح بالامس وعيد ميلاد هدف مصر في كاس العالم. عمال يسل فينا. بس انت ما شفتش الجون بتاع كاس العالم. كل ما يجي يتكلم على ضربه الجزاء، قال يعني كانت جون صعبه قوي، كانت بنالتي يا مجدي. تخلي كابتن مجدي يعدي الحلقه من غير ما يجيب سيره جون كاس العالم. ذل ابدان الشعب المصري بالجون اللي جابه. انا بقى بقول لصلاح ان شاء الله منتخب مصر هيروح كاس العالم، بس ما حدش هيجيب الجون. وما تنساش جون مجدي، كابتن مجدي عبد الغني. انا حتى لو حد جاب جون انا هبقى الاول. مين اللي جاب الجون الاولاني؟ يا راجل حرام عليك. كان جون ابن 60 كلب اللي جابه. ضحكه اشوفها فين؟ مع احترامنا لكل الناس، مع احترامنا للنادي الاهلي طبعا، عشان احنا كده هنروح يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طبعا كابتن بيبو محمود الخطيب. يعني ايه ده؟ احنا بنعتذر لك عن لا مش كابتن بيبو اللي هو بينيله. مش كابتن بيبو لا. اول من احرز هدف طبعا في بطوله كاس العالم في مصر. لا فين هات تليفونك. رئيس النادي الاهلي طبعا. هات تليفونك كابتن محمود الخطيب. هات تليفونك بس نسال الكلام ده. معلش يا جدعان عشان انا الاجابه دي. يا نهار اسود. غش كام سؤال من اللي انت جايبه مع الشاشه دول غش. اول لاعب مصري احرز هدف في كاس العالم. طبعا لجوءا للفار هيقول دلوقتي ان شاء الله يعني عبد الرحمن فوزي. هو كده الاجابه بتاعت كابتن اندرو غلط. هو عيل سؤال ما اعرفش اجابته، وبالتالي النقطه تروح ليا. فكده 5. ده كان كاس العالم 34. احنا مالنا، انت قلت اول ودي دي جابت سؤالك. ولو انت ما قلتش اول قصدي ولو انت ما قلتش اول فانا جاوبت انه محمد صلاح. في كلا الحالتين انا اخد النقطه. خلاص. دلوقتي للاسف اخذ النقطه بدون استحقاق. بدون استحقاق ايه يا كابتن؟ كده. طب ايه يا كابتن؟ هسألك سؤال سهل جدا. ايوه. لا انا ليه اسألك سؤال سهل؟ انا عايز النقطه. استنى هدور لك على سؤال اصعب. على فكره ثواني بس، معلش عشان هو عدل اجابته. قال لك اعتذر للخطا.
محمود الخطيب هو اول لاعب مصري يسجل هدف في كاس العالم لكره القدم، وكان ذلك في كاس العالم 1986 في المكسيك، حيث سجل هدفا في المباراه منتخب مصر. امال مين هولندا. مش عارف مين اللي هو ده. انت كاتب له كنت اقصد محمود الخطيب. لا معلش، ثانيه واحده. بص احرز هدفين في مباراه منتخب مصر ضد منتخب المجر. استنى هنشوف دلوقتي. هل ده هو لاعب مصري اصلا؟ لاعب ومدرب كره قدم مصري. شكرا. الإجابة كده الإجابة أنا جاوبت صح؟ كابتن ريمون، عشان إحنا كده للأسف هو إجابته صحيحة. فطبعا نعتذر عن هذا الخطأ الفني لكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب أسطورة من أساطير كرة القدم في مصر. طيب كده 5 كده إحنا رحنا في داهية من أول حلقة. كده كام؟ تمام كده 5-5 تعادل شريف. سؤالك؟ سؤالي. خدنا وقت طويل جدا في السؤال. من حقي اعترض على السؤال عشان السؤال اخد وقت كبير جدا من التفكير. طب بص يا كابتن، انا هقول فزوره حلوه. ايوه. دلوقتي يا كابتن في الغرفه 3 لمض، والازرار بتاعت اللمض دي موجوده خارج الغرفه، وانا مش مسموح لي ادخل الغرفه غير مره واحده، ولا مسموح لي ابص من الباب ولا اعقب الباب عشان ما تشغلش دماغك. المفروض اعرف في 3 زراير بره، اعرف انهي زرار بتاع انهي لمبه، ومسموح لي ادخل الغرفه مره واحده بس. انا بقول تسيب لي النقطه بشرف. معلش انا كده دخلنا في الالكتريسيتي، والالكتريسيتي عندي دي خط احمر رايحه في داهيه. احنا عندنا 3 زراير. ايوه جنب بعض. واللمض جنب بعض، او كل واحده لوحدها يعني براحتك. اخدش الغرفه مره واحده بس. من بره براحتي العب في ال3 زراير زي ما انا عايز. براحتك. يا كابتن احنا هندوس على الزرار اللي في النص. وبعدين ان خير الامور الوسط. ايوه وبعدين تمام. وهنضرب الباب برجلينا ونخش. ايوه نسمي الله. كده في لمبه من كلهم منوره و2 طافيين. حلو بس كده ده احنا عايزينه. ايوه ده اللي احنا ايه؟ ده اللي انت عايزه. ليه اجابه غلط؟ يعني هننور نور ربنا كفايه. مش عارف بقى، احنا حاولنا نجاوب وننسحب بشرف. الاجابه ان احنا هننور زرار واحد ونسيبه ربع ساعه شغال وما ندخلش الاوضه، وبعدين نطفيه، وبعد كده ننور الزرار اللي جنبه. هندخل الاوضه، هنمسك اللمبه اللي كانت طافيه هنلاقيها بارده مش سخنه، اللي يعني ما نورناش خالص، واللمبه المنوره هتبقى بتاعت تاني زرار كان منور، واللمبه اللي كانت طافيه بس سخنه دي بتاعت الزرار الاولاني. الله وهي عايزه تشغيل. طبعا دي اجابه فيزيائيه بحت. وانا الحمد لله كنت ساقط في الفيزياء في ثانويه عامه يعني. طبعا كده النقط كده 6-4. الاحتكاك يولد ايه كنا 5-5. ايه ده فاهم كده 6-5. انت بتعزم لمين؟ يعني الاحتكاك طبعا بيولد حراره. احتكاك ايه ده؟ كهرباء. الكهرباء طبعا بتولد حراره، احنا كلنا عارفين. ما حصل ضرب الطرفين في بعض س وصاد. طيب دورك يا كابتن. انا هسال. احنا مش بايتين هنا. دور بس على السؤال. كان في سؤال في ذهني ومش عارف راح فين. ذهنك؟ بص بقى السؤال ده، كم رئيس جمهورية اتخرج من حقوق جامعة القاهرة؟ انا عارف التركاية هنا، وهو كان فيهم رئيس مش مصري. طبعا تحياتي جدا لصناع محتوى سوتس بالعربي. سوتس المحتوى ده مش محتوى، ده مسلسل عالمي مصري. انا عارف التركايه دي. هو التركايه هم على الاغلب كانوا 3 أو 4. كان فيهم محمد نجيب. وكان انا عايز الاجابه كام، مش عايز الاسامي. 4 ولا 3؟ لا 4 ولا 4 ولا 5؟ 4. الإجابة صحيحة. الإجابة
صحيح للاسف. يبقى طبعاً كده اللي مش مصري كان محمد القذافي رئيس دولة ليبيا السابق. طبعا في 3 منهم مصريين. طيب كده النتيجة 7-5 لكابتن اندرو. للاسف لكابتن اندرو الله يخليك. شرف ليا. انت النهارده هتاخد اللقب معانا يا كابتن، عايزك تسحب يعني مش 7 انا؟ ايه؟ انت قلت 7 7 كابتن اندرو و5 مظبوط مظبوط. 5 كابتن اندرو و7 ليا. فرق مش كبير ان شاء الله هنجيبه، هنعوض، هنعمل ريمونتادا. كده السؤال ليا انا اللي هسأل كابتن اندرو. ايوه. لا بننام بدري. انا سبتك في السؤال اللي فات ربع ساعه بتفكر، لسه ما جبتلكش لسه لا ما جيتش جنبك. سكة سفر. ده كان مين اللي بيمثل سكه سفر؟ سكة سفر. دي كانت امنيه اساسا ولا مسلسل ولا فيلم، اللي يعرف يكتب لنا. السؤال مصر هي امي، نيلها هو دمي. مين هو مكتشف الكهرباء المتردده، اول حد قرر استخدام الكهرباء المتردده مش المستمره؟ اجابه سهله جدا. انا كل اللي فاكره ان في واحد اسمه اديسون لا حد يخترع المصباح الكهربي وفشل، وبعدين حاول تاني وفشل، بعد كده حاول تاني. انت هتجيب لنا كل المحاولات اللي فشل فيها فشل المهم ان كتير. هو نجح في اخر واحده وعمل المصباح الكهربي اللي هي اللمبه اللي فيها فتيل. تمام. فين الاجابه بتاعت سؤالي بقى؟ ده اللي انا فاكره عن التيار الكهربي، ده اللي انا اخدته في درس العلوم، ربنا يمسيه بالخير. طب هو على العموم في ناس مؤرخين كتير بتقول ان اديسون كان شفت انا قلت اديسون. ده الاسم اللي انا قلته. استنى عشان بنقول معلومه حقيقيه دلوقتي او معلومه يعني قد تكون مهمه لناس، ان اديسون كان متسلق، بمعنى ان هو كان بياخد اختراعات واكتشافات التيم اللي تحته وينسبها لنفسه، وده طبعا زي ما حصل مع نيكولا تسلا. وعايز اقول ان اجابه السؤال اصلا هو نيكولا تسلا، لان نيكولا تسلا هو من امن ان التيار المتردد هو احسن وامن للاستخدام المنزلي. الادمي. دي اللي ادبك دي. فكابتن اندرو كده غلط، وانا كده 8-5. انت كده تبقى حامل لقب مصر في التايكوندو وحامل لقب دماغ بعافيه. دماغ بعافيه. طيب طبعا دي معلومات قيمه جدا، لان انا مش عارف اجيبها. اللي ما يعرفش يا جماعه، انا كنت بحاول اعمل محتوى علمي بسيبكم من الاجابات اللي ضايعه دي، وكان وليه اكتر من حلقه على يوتيوب، لكن الحمد لله ادينا بنحاول من جديد. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب علشان نعرف ننتشر ونوصل لمعظم الناس والمعارف، ويظهر لكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فعلوا الجرس. انا فكرك بتقول لهم لا. الجرس مش كده. ايوه فعلا. اتفضل يا كابتن طيب. دورك. السؤال رقم 30 في هذه الحلقه. احنا بنعتذر طبعا على الدور البرد الفظيع اللي احنا واخدينه ده، يعني لكن الجو متقلب بطريقه صعبه. على الله حكايتنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله على الله ان شاء الله. على الله ان شاء الله. انا كنت ضيعت السؤال من البدايه يا كابتن رمون، ولكن وقع. مش عارف دور معايا كده. طيب السؤال بيقول بيقول ايه؟ يعني مستنيه يقول. اسم حلوى او طبق يعني حاجه حلوه مشهور في مصر وله قصه تاريخيه عريقه. قصه تاريخيه 10. لا انا ما بعدلكش، هتعد هعد. 9. هتحرق هتضرب هنضرب. بس مش برجالتنا بايدينا.
8 استنى العد ده بيوترني على فكره. 7 عد في المايك من بعيد عشان انت ما تحسش. 6 5 هو انت عايز الاسم ولا عايز القصه عشان ابقى فاهم؟ عايز اسم الاكله وقصتها الشهيره. لا انا ما هو الاجابه هو ايه السؤال على بعض. الاكله؟ انت قلت ايه الاكله؟ اولها قصه تاريخيه شهيره. ايوه عايز القصه التاريخيه الشهيره. لا مع الاسف 3 خطراء يعني. 2 انا عايز اقول صوابع زينب للاسف. او ام علي. 6 معلش دعوه. او ام علي. 2 هي ام علي. القصه 1 بتاعتها ايه بالظبط؟ انا مش عارف لكن 0 الاجابه طبعا المكسرات الشهير، مش المكسرات، الرقاق. وهي ام علي. انا جبت اجابه صحيحه. حط الرقاق. انا جاوبت اجابه صحيحه. انت بتسال سؤال فيه، لا انت بتسال سؤال فيه هو الكلمتين هو على بعض. لا مفيش حاجه اسمها على بعضه. انت سالني سؤال واحد باجابه واحده. ما انت قلت اجابتين، قلت ام علي وصوابع زينب. طب ماشي. ما صوابع زينب ايه؟ صوابع زينب انا عايز القصه بتاعت صوابع زينب. عايز القصه بتاعت صوابع زينب. يعني كنت جبت القصه بتاعت ام علي. هقول لك انا ام علي دلوقتي. اتفضل. شجره الدر كانت حاكمه لمصر وحبت ان هي تاخد يعني تخلي المماليك تاخد مملوك منهم وتخليه هو جوزها عشان تحكم الحكم، ولكن هذا المملوك كان متجوز قبل كده وكان عنده ابن اسمه علي. فطبعا شجره الدر تامرت عليه وقتلته، غزته. قتلته. فطبعا ام علي اللي هي زوجته الاولانيه لما عرفت هذه القصه جمعت ستات المدينه وراحوا اقتحموا القصر على السيده العزيزه شجره الدر. ايه دي؟ شجره. انا فكرت دي الدر. ايه دي؟ ده بلغه الصم والبكم كده شجره. فعلا؟ مش اصل انا كنت بتعلم لغه صم وبكم. هجموا عليها وقتلوها، وساعتها هي عملت هذه الاكله الشهيره ووزعتها احتفالا بانتقامها لزوجها، فسميت هذه الاكله الشهيره ام علي. ولله الامر من بعد ومن قبل. الحمد لله كده 7 6. ايه ده؟ كانت 8. 8 7. 8 6 كابتن ليا. كده دوري. مين هو الاله المصري اللي قتل عمه علشان يسترد الحكم؟ اوزوريس. مين هو الاله المصري القديم اللي قتل عمه هو في ازيس واوزوريس، تمام؟ دول الهه. ماشي، انا عايز اللي قتل عمه بقى. اللي قتل عمه؟ هو مش قتل عمه، انا اسف في الصيغه، هو تقاتل مع عمه. لا معلش، الاجابه كده السؤال مش مفهوم وانا جاوبت اجابه صحيحه. الاجابه مش مفهومه. احنا عاوزين الاله اللي تقاتل مع عمه علشان يسترد حكم مصر. يعني اقول لك هو انت قريب جدا بس بعيد جدا. انت قريب جدا بس بعيد جدا. اكيد مش الاله امون. امون والعناع. مش امون. لا يعني قريت مصر القديمه كانوا كتير قوي، في ازيس واوزوريس وفي امون وفي من حطب. ده ملك بجد، ده ملك مش اله. يعني هم كانوا بيعتبروا نفسهم عليها طبعا والشرك بالله حرام. طيب هو القصه بتاعت ازيس واوزوريس الحمد لله جاوبت صح. هو الاجابه غلط لان اللي تقاتل مع عمه هو حورس علشان على فكره قلت حورس. انت الوحيد اللي ما جبتش اسمه. انت جبت اله في مصر القديمه كلها، ما جبتش سيره حورس. للاسف. طبعا النسر حورس اللي بيتوج راس الملك وهو مخفي من قدامه ومن الجنب باين، طبعا مش فاكرهم ان هو ده اللي مرسوم، ده الملك المرسوم على 10 جنيه. ما هو ده. ايوه ماشي. خلي بالك انا ذاكر بس هو اللي وراه ده مش حورس، بس دارس، انا مدرس بره وجوه. انت دارس بره وجوه. انت اندر بره وجوه. يلا بينا. كده 9 7 6 9 6 الكابتن 6 اندرو. فارق 3 نقاط على فكره هنجيبهم ان شاء الله. ماتش واحد ان شاء الله نكسبه ونجيب 3 نقط ان شاء الله. ده الكلام ده في الدوري. السؤال الذي يطرح بلح: من هو المصنع الشهير الذي ينتج التمور في مصر حاليا وبيعملها باكثر من فليفر؟
معلش بقى لا اديني اختيارات. حاجات عصريه. اديني اختيارات. هو واحد مفيش غيره. لا اديني هو اختيارات. واحد مفيش غيره. اديني اختيارات باسماء شركات. اديك يعني انا مش عرفني في البلح، انا مش تاجر بلح. تيمور العطار، ايوه تيمور الطحان، تيمور الغطاس. 3 اختيارات وانت اختار واحد منهم. العطار والطحان والغطاس. ايوه بسرعه بقى. 10. هو انا 9. طبعا ما اعرفش الاجابه، انا هرزع دلوقتي. فهو على الاغلب الطحان. اجابه صحيحه للاسف. انا قلت كده برضه للاسف. انت رميت لي العطار الاول خدعه ورميت لي الغطاس ارتجال، لان مش عارف نسمي الغطاس. ما هو الطحان انا حاولت اطول الاجابه ما بين العطار والطحان على اساس ان انا بفكر يعني في اسئله. يلا للاسف كده 10 6 ليا. لم تنجح ولم تفلح. 10 6 ليا. وكابتن اندرو هيبقى حامل لقب. تبقى حامل لقب ايه يا كابتن؟ قولها كده لسه احنا لسه في الماتش، احنا لسه قدامنا 5 نقاط ان شاء الله نعوض. ان شاء الله. اتفضل. طب نيجي بكره. اسئله ارتجاليه. ما انا بحاول الاقي سؤال، انا عندي اسئله كتيره جدا لكن عايز اجابه واضحه وصريحه. عايز اسئله تكون واضحه وصريحه لها اجابه واحده، مش زي ناس بترمي اجابتين. وكمان عاوز حاجه تنهي الماتش، يعني احنا عايزين كده شويه حماس ينهوا الماتش على طول. الاسئله ليها شقين وليس اجابتين. ليها شقين فعلا. ايوه. A few moments later. ايه هو الحيوان اللي قلبه يزن وزن سيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة هو أكبر حيوان على وجه الكرة الأرضية، الحوت الأزرق. إجابة صحيحة مع الأسف. يس. يبقى كده 7 10. لا السؤال ده ب2، خلي بالك عشان أنت اتأخرت. فعلا؟ كده يبقى 6 10 عشان اتأخرت. السؤال التالي هو: من هو؟ مين؟ هو قال لك فين؟ طيب، ممثل مصري شهير. ممثل مصري شهير. ايوه ماله؟ اتجه الى العالميه ومثل في اكتر من دوله واكتر من لغه، بس نكتفي على هذا. الاجابه طبعا هو يوسف الشريف. انا اعترض. يوسف الشريف كان ممثل مصري واتجه للعالميه ومثل في اكتر من لغه. واكتر من لغه غير المصريه. ايوه ما هو اكيد غير العربيه. هي كان بيتكلم انجليزي وفرنساوي وايطالي. كان انا ما كانش قصدي يوسف الشريف. طبعا انا جاوبت الاجابه هي نور الشريف وليس يوسف الشريف. انت عيلة الشريف لا معلش عامله اعلى شغل. انا جاوبت اجابه، انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه انت بقصدك ايه، انا ليا اجابه صحيحه. بما ان اجابتي صحيحه تحسب النقطه ليا، يبقى كده 11-7 كابتن ليا مش لكابتن اندرو. واتفضل كمل اجابتك. للاسف اجابتك خاطئه. ليه؟ لان طبعا الفنان يوسف الشريف فنان عالمي، مش هعترض. هو مثل بالانجليزيه فقط مع المصريه، فكده لغه واحده فقط. لا اما لان هو كان بيتكلم اكتر من لغه ومثل باكتر من لغه. اللغه الانجليزيه فقط. لا ماشي. دي اجابه خاطئه. ولكن الفنان طبعا طب معلش نرجع للفار. طبعا الفنان الراحل نور الشريف مثل باللغه الفرنسيه ومثل باللغه الانجليزيه ومثل باللغه العربيه طبعا. طب نرجع للفار بعد اذنك. ومثل بالعبري على فكره. طب نرجع للفار. نرجع للفار. هل الفنان يوسف الشريف الشريف زكي جلال قام
بأداء البس يا ولد. لا مؤاخذة. أفلام بلغات مختلفة. مش الفار بيتأخر علينا شوية. بس منورنا يا كابتن. الله يخليك الله يخليك. منور القاهرة كلها بصراحة. أنا اللمبة اللي ضاربة في عيني. يوسف الشريف ممثل مصري وقام بأداء أفلام باللغة العربية ولم يظهر في أفلام بلغات أخرى. إيه ده؟ إيه اللي بيقوله هو ده؟ أهو بار إيه ده؟ يوسف الشريف ممثل مصري. استنى عشان هو ده جايب يوسف شريف حد ده يوسف. أنا غلطت. أنا معلش طبعا انا قصدي نور الشريف. دي حقيقه. معلش انا اسف. هو نور الشريف فعلا. السؤال ده باجابتين عشان هو قاوح في الاجابه دي. انا اسف جدا. انا قصدي اصلا نور الشريف 13 11. ولما شفت الصوره 13 11 ايه ده؟ انا اسف كده. انا كنت 10 يعني. النقطه الاخيره اللي قلت عليها دي كانت على اساس الاجابه دي. اوكي يبقى 8. يبقى 8 10 كده. دوري. الحمد لله الحمد لله. توفيق من ربنا. يا ظهرك يا رضا. على فكره انا بجيب اسئله بسرعه هو طيب هسالك في السينما برضو سؤال في السينما. ايه هو السؤال الفيلم اللي شارك فيه النجم الكبير محمد سعد وكان المفروض يبقى له جزء تاني وبقى لنا بتاع 20 سنه مثلا مستنيين الجزء التاني ولغايه دلوقتي ما في افلام كتير. لا محمد سعد في افلام كتير محمد سعد شارك فيها زي عوكل. لا انا بتكلم ان هو كان المفروض يبقى له جزء تاني وصناع العمل في اخر التتر النهايه اظهروا ان المفروض يبقى فيه جزء تاني لكن لسه مستنيين ومفيش حاجه. ممكن نبذه عن الفيلم؟ انا ممكن اسهلها لك اكتر من نبذه عن الفيلم. هو كان معاه فنان تاني كوميدي جدا وبنحبه جدا. كان بالشراكه معاه في الفنان اللي كان معاه بالشراكه ده لسه عايش؟ لسه عايش. طب كان معاهم فنانين تانية وانتقلوا؟ ولا يعني مش فاكر بصراحه. لا انا مغش يا كابتن. ما فهمت. 20 سنة. كان ساعتها انا عندي 11 سنة افتكر ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة عوكل. الإجابة غلط مع الأسف. هو الممثل طبعا الكوميديان العظيم أحمد حلمي كان بالشراكة مع أحمد سعد في فيلم 55 إسعاف وكان 55 إسعاف وكان المفروض في نهاية التتر كاتبين انتظرونا في 66 مطافي ومع الأسف الفيلم ده ما اتحققش واحنا من هذا المنبر الضئيل بنطالب بفيلم 66 مطافي لانه اكيد هيكسر الدنيا لو اتعمل. دورك يا كابتن. كده 11 8. 77. لا 77 مع الاسف. سؤال رقم 32 في حلقتنا اليوم. انت بتعد الاسئله؟ 32 ساعه. مش عارف. لا انت 32 ازاي؟ انت كام نقطه؟ 8 باين. ولا 11 يبقى 19. ايه 19 نقطة. 19 يبقى السؤال رقم 20 ان شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. هذا اليوم العصيب. انا باقي لي 4 اسئلة. من انا؟ 4 نقط. 4 نقط وتكسب. وتبقى انت حامل اللقب. بعايزك يا كابتن سمعنا اسم الممثل الشهير الذي مثل فيلم حامل اللقب. انا طبعا فاكر الفيلم. وهو كان 5. هو كان بيعمل مسلسل اللعبة اكيد 4. وكان في فيلم سمير وشهير لكن انا مع الاسف مش فاكر اسمه. 2. هو تقريبا اسمه ماجد شيكو تقريبا. ان شاء الله تبقى الاجابه ماجد شيكو.
او ماجد. صفر. هشام ماجد، اجابه خاطئه. هشام ماجد. الحمد لله. نعتذر طبعا للفنان العظيم هشام ماجد. الحمد لله. كده 9 11. احنا بنقرب، النتيجه بتقرب. النتيجه بتقرب، هنبعدها تاني يا كابتن ان شاء الله. طب استنى بقى نرد على المكالمه دي عشان دي مكالمه ضروري ان احنا. طيب 2000 years later. ورجعنا لكم بعد انا لسه ما الفاصل. رجعتش. ورجعنا لكم اقعد بقى عشان نقول ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم الشهير جدا اولى حلقاته. مش عارف ازاي شهير جدا اولى حلقاته، بس يعني ان شاء الله هيبقى شهير جدا ونسترجع هذه الكلمات. دماغ بعافيه. السؤال كان ليا انا، المفروض هسال كابتن عشان اندرو. نذكر الجمهور بالنتيجه 9 10. كانت 9 ده 9 ماشي. للامانه 9 11 9 11 للامانه ابقى منصف من هذا المنبر. 9 11 9 11. نحيي كابتن اندرو على روحه الرياضيه اللي بتحيي الضمير عنده بعد ما بيموت. الحمد لله، التوفيق من عند ربنا. التوفيق من عند ربنا الحمد لله. السؤال بيقول لو سمحت سيف جلال في حاجه. اذكر 6 من رؤساء مصر. اللي هو محمد نجيب. ايه انت عطلت ليه يا عبد محمد نجيب؟ ده لسه في كتير قوي. طبعا الزعيم الراحل انور السادات. سعد زغلول. ايه؟ حكم مصر. سعد زغلول. سعد زغلول ده كان وزير ايش دخلنا الدنيا في بعض؟ ايش احنا اسفين. كان وزير التعليم او التعليم محمد نجيب. طبعا انور السادات. 10. جمال عبد الناصر. على فكره 9. انا بجاوب، انت بتقعد نص ساعه بتفكر في الاجابه، انا بجاوب. انت قلت لي انت قلت لي في النص. انت قايل لي سعد زغلول في الوقت. حذفنا سعد زغلول من الاجابات. 8. محمد نجيب. جمال 7. عبد الناصر. انور السادات. 5. محمد حسني مبارك. 4. محمد مرسي. 3. القائد العسكري الاعظم. 2. محمد عبد الفتاح السيسي. برافو برافو برافو. كده النتيجه بقت 10 11. 10 الفرق خلي بالكم، احنا بنعوض، احنا بنعمل ريمونتادا في اخر 10 دقايق ان شاء الله. ان شاء الله. نسال يا كابتن عشان مش قاعدين لبكره. من هو؟ مين؟ قائل العباره الشهيره الصح عند حنبوق. مش هتطلب لي حاجه بقى؟ حي. تعالى اجيب لك السؤال مين دي. كل اسم الفيلم. يلا يا عم. اسم الفيلم؟ اكيد. طيب اسم الفيلم والفنان اللي كان معاها في المشهد. لا اديها لك. ماشي كان الفيلم الباشا تلميذ، واللي كان معاها في المشهد رامز جلال. اجابه صحيحه للاسف، واخد النقطه بعد ما سهلناها له. طبعا اسم الفنانه الشهيره اللي انا مش عارفه اساسا. انا ما كنتش اعرف الاجابه شخصيا، بس تمام. يبقى كده 12 11 10. ايوه احنا بنبعد تاني الحمد لله، وان شاء الله هناخد هنعوض ان شاء الله. كابتن اندرو هياخد مننا اللقب. هنعوض. دماغ بعافيه. وهنا السؤال بتاعنا بيقول من هو قائل العبارة الشهيرة ايوه الفنان محمد سعد في فيلم، انا مش فاكر الفيلم طبعا، بس هو انا عاوز معلش انت قلت من هو الفنان الشهير. ما انت سالتني على اسم لا قلت لك اسمها ايه، ولو ما عرفتش اسمها خلاص يا عم اديني اسم الفيلم. انت كنت عارف اسمها، فانا عايز اسم الفيلم واسم الفنان. فيه ابنك مجنون يا حاج. ايوه اسم بقى. انا عايز اسم الفيلم يعني. ابنك دخل له ميه وكهرباء. فنان محمد سعد طبعا، يعني لما كان عامل فيها مجنون.
ايه يا عم فيها؟ انا عايز اسم الفيلم. وكان معاه طبعا الفنان حسن حسني، الله يرحمه طبعا، الله يرحمه. وكان موجوده طبعا الفنانه ياسمين، اسمها ياسمين ايه؟ ياسمين عبد عبد العزيز هي ديت. الله يرحمه، الله يخليها، الله يخليها. ده الصحه طبعا. امين. فجبت لك كل الفنانين الموجودين في انا عاوز اسم الفيلم بقى. معلش انا جبت لك انت قلت كمان هو، وجبت لك الفنانين اللي بتمثل. اظن ما فيش اكتر من كده. اظن ما فيش اكتر من كده. وكان بيعمل، هو كان بيعمل 3 ادوار في الفيلم. كان بيعمل دور الاب ودور الابن ودور بتاع الكاوتش اللي كان اسمه رضا. يعني مش عارف اعمل لك ايه اكتر من كده، اديتك كل الاجابات. طب كان في دور تاني الدكتور، هو كان بيقول له ابنك مجنون. لا غلط. قوم يا اولاد الكلب في غيبوبه تدفنوني بالحياه. طبعا الفيلم هو اساسا بعد تنسيق الاسم الفيلم يبقى الاجابه صحيحه. الاجابه مش صحيحه. والفيلم هو 11 لا مش بوشكاش. مش بوشكاش. بوشكاش ده لما كان بيدور على لعيبه، كان سمسار لعيبه. وعوكل ده لما كان في تايلاند كان بيحب شروق، وكان بيحب يجي كنت بيحب فردة جذبه في مصر. طيب هو انا مع الاسف لغوشه كابتن اندرو فعلا نسيتني اسم الفيلم، لكن انا الاجابه صحيحه تحتسب ياخد النقطه مع الاسف وبروح رياضيه. 11 12 اجابه صحيحه تحتسب لكابتن اندرو. اتفضل دورك يا كابتن اندرو. السؤال الفيصل عشان نتعادل بقى. عشان احنا في فيصل؟ لا عشان ماشي عشان نتعادل بقى. اذكر اي افطن يعني الفيلم الشهير للفنان، مش عارف ايه جايين محمد سعد النهارده، يعني ده معلش انا نغير عن محمد سعد نجيب فنان طبعا مشهور تاني. عايز 3 مسرحيات للفنان الشهير. وقع منك. الفنان الشهير طبعا مسرحيات، يبقى اكيد بنتكلم عن الفنان الشهير محمد صبحي. طيب هات لي 4. 4؟ انت قلت 3؟ لا 4 ماشي. قلت 3. 5. شيل العلامه دي مش هتنفع معاك. 4 مسرحيات. 4 9. كان في مسرحيه الجوكر طبعا، اللي كان عامل فيها دور عم ايوب، وكان بيلبس ماسكات كتير كده. 7. انا بجاوب زي ما انت كنت تقول لي. وفيه مسرحيه 6 ماما امريكا. وكان فيه مسرحيه وجهة نظر. انت كده قايل لك 5. وكان فيه مسرحيه 4. استنى بقى ما توترنيش، انا بسيبك تجاوب. بلاش الغش اللي انتوا بتعملوه ده. وعد براحتك، مش هتاخد النقطه. انا فاضل لي واحده وهجيبها. وكان في مسرحيه باسم بابا ونيس. 2. كان في مسرحيه باسم بابا ونيس، انا متاكد. كان في مسرحيه بابا، لا وكان في مسرحيه ده مسلسل. لا كان في مسرحيه باسم بابا ونيس، وكان بياكلهم كل يوم لفت، وكانوا متضايقين من موضوع اللفت. طب ما هو عمل المسرحيه بتاعت نجيب ريحاني. ما انا مش فاكر اسمه. انا فاكر المسرحيات بس مش فاكر اسم المسرحيه. كده النقطه ليا. للاسف 13 11. يا فاضل نقطتين. طيب احنا بننام بدري فعلا. السؤال بيقول من هو الجيش الأقوى عربيا وأفريقيا؟ مصر. تحية لجيش مصر، جامدة جدا جدا جدا. يعني وكده النتيجة 11 12. لا دي إجابة ب2. 11 12 ايه؟ لا انت انا كنت 11 اصلا. احنا مش بنطبق. لا ده حاجه. احنا كنا 11. ايه؟ انا كنت 11. لا انت كنت 10 12 13 فعلا.
يبقى قلت فاضل نقطتين. 12 13 ماشي. 12 13. طيب انا كنت اسالك سؤال مترتب على اجابتي السابقه، ولكن هنحذف هذا السؤال طبعا. السؤال اللي جاي بقى، بما اننا قاعدين في فيصل والهرم، نسأل سؤال بقى مهم. السؤال بيقول، أشهر الميكروباصات اللي موجودة في نطاق الهرم وجيزة وفيصل. هي مش مشاريع؟ معلش احنا دلوقتي لو قلت لهم مشاريع مش هيفهموها. احنا قلنا نقول الميكروباصات. ماشي. ميكروباص ميكرو قد كده. اوكي. الشهير اللي موجود في اسم الماركة وتصنيعها بلد ايه؟ لو انت بتتكلم على الميكروباص فانت عندك تويوتا وعندك الاشهر فولكس. طبعا فولكس نار على العالم هنا. الاشهر هي فولكس اللي من غير باب دي اللي بتقع بتصور بيحضنك عشان ما تقعش. في الاخر بيتريقوا على الاسكندرانيين ويقولوا على مشروع. فدي اجابه صحيحه، انما بلد التصنيع ف لا ده هي اسم الماركه نفسها معناها بنفس اللغه. ايه ده؟ ايه مين؟ معلش هتجاوب. سهلها لي. لا مش انت هتسال عن كده. انت قلت فولكس، هي مش فولكس بس، هي ليها يعني تركيبه اسم على بعض. هي فولكس فاجن او ايوه كده. معناها بقى باللغه بتاعتها اسم. انا ما اعرفش. معلش. طب اقول لك، قول لي الدول اللي بتصنع عربيات وانا هقول لك. قول لي الدول. اسف. لا ما انا قلت لك الدول هتعرف الاجابه. عايز اسال 5. لا سهلها لي. لا عايز هنت. 3. انت عايز هنت. ما انا قلت لك الهنت ان هي لا ده مش هنت، ده مش اسمها فولكس. ده هنت، ده مش هنت. اسمها فولكس فاجن اصلا. ده اسم بلغه معينه وليه ترجمه في اللغه دي، عشان كده اتعملت اصلا فولكس فاجن. هسهل لك ايه اكتر من كده. 3. استنى، هو هتلر كان مين؟ هتلر. ايه اللي جاب هتلر في الموضوع؟ روسيا. 3. روسيا. اجابه خاطئه. الاجابه هي المانيه. هو طبعا هتلر كان الماني. انت عارف طبعا. استنى انا اقول انا سالت. فولكس فاجن معناها سياره الشعب باللغه الالمانيه. ايوه انا كنت عاوز اقول المعلومه دي. وانا ليه سالت على هتلر؟ لان اشهر عربيه فولكس قديمه اللي كانت بتلقب بالخنفسه، هنحط لكم صورتها هنا او هنا في اي حته. دي كان امر بصناعتها هتلر علشان تكون ثروه اقتصاديه ويقدر كل الشعب يركبها. علشان كده سالت هو اسمه ايه، لكن طبعا كابتن اندرو كان بيستموت على النقطه فما حبش يدينا هنت. 13 الحمد لله. الاجابه هي السؤال الثاني بيقول الملك خوفو صاحب الهرم الاكبر ليه كام تمثال مكتشف؟ طبعا التمثال الاشهر الكبير. التمثال الاشهر الكبير ده يعني ملوش ولا تمثال مكتشف فعلا. الاجابه خاطئه. لو يقولوا تمثال واحد تقريبا 7 سم. ايوه ده الصغير خالص ده. ده التمثال الوحيد اللي يقول صاحب الهرم الاكبر. وطبعا كابتن اندرو خسر النقطه. انا بقيت 14 13. الامانه تحتم عليا ان هي وفاضل لنا نقطه وكابتن اندرو ياخد لقب دماغ بعافيه. لكن الامانه تحتم عليا ان هو 14 13 فعلا. 14 12 كمان 14 12 ماشي. هو غالبا كان فرق. لا انت جبت نقطه لما انا ما جاوبتش اللي فاتت. طيب صح ده كان سؤال التعادل. انا افتكرت ده كده 14 13.
سؤال بقى في الصميم. لا في المجال بقى العمل الاساسي والاصلي. بما ان باشمهندس ريمون عنده مكان لتصنيع المطابخ بجميع انواعها، اذا كان اوليميتال او خشب، نسال سؤال في الصميم بقى. من هي الدوله الشهيره ده ايه علاقته بالمطابخ معلش؟ بصناعه المطابخ؟ طبعا المطبخ الايطالي هو الاشهر على مستوى العالم. لكن عايز اقول حته كمان ان احنا في مصر متميزين جدا جدا في صناعه الاساس عامه، والمطابخ الالوميتال متطوره عندنا جدا عن باقي الدول العربيه وباقي دول العالم كمان، لان احنا عندنا تطوير مستمر وعندنا سحب جامد جدا على المطابخ الالوميتال علشان هي كفاءتها عاليه. اعتقد ان انا كده جاوبت اجابه. انا ما شفتش. انا قلت المطبخ الايطالي. للاسف اجابه صحيحه طبعا. المطورين اللي بيطوروا في المطابخ بالذات هم المطورين الايطاليين، او عامه الدوله الايطاليه هي اللي ابتدت في تصنيع المطابخ. وزي ما باشمهندس ريمون قال انه المطابخ في مصر كمان متطوره، لانه بيحاولوا يواكبوا العصر جدا. فمثلا كان عندنا في القطاعات الالومنيا كان في تقريبا القطاع ال 4 سم، بعد كده ابتدى يقل يبقى 3 سم، بعد كده ابتدى يقل بقى 2 سم ونص، وتسمى اس كي ومفرد ومتقارب. طبعا المسميات المختلفه من محافظه للثانيه، ولكن الاشهر حاليا هو قطاع المكسيم، وده اللي هو تم تصنيعه علشان يكون 18 مللي شبه الاخشاب، فيكون التصنيع بتاعه قريب جدا للاخشاب في الشكل والديكور بتاعه، ويكون في نفس الوقت عملي بحيث ان هو يكون ضد الميه والحشرات والكلام ده. طبعا بالظبط. وطبعا بيكون السمك بتاع الالومنيا اتقل، لانه الضغط بدل ما كان السحب على 2 سم ونص ابتدى يقل على 18 مللي اللي هو اقل من 2 سم تقريبا. مظبوط. فده ادى يعني متانه اكتر للقطاع نفسه. كده النتيجه للاسف النتيجه 15 13. وكابتن اندرو بقى دي في الحلقه الاولى. احب اهنيكم جدا على هذا البرنامج الرائع الشهير جدا ان شاء الله. دماغ بعافيه. طبعا شرفتنا يا كابتن بامانه. يعني كلمه شكر وتقدير باشمهندس ريمون ان هو استضافنا في هذه الحلقه الشهيره ان شاء الله باذن ان شاء الله. طبعا ما تنسوش زي ما هو قال سبسكرايب واشتراك في القناه وزر الجرس. الجرس. شكرا ليك يا كابتن، نورتنا. شكرا ليك.